دكتور قال لي قبل الحقن هنشيل الانابيب او نسدها، وسمعت انه حرام، هل ده صحيح وايه الحل؟ طيب، هو الدكتور بالتأكيد شاف انها ملتهبة او فيها ارتشاح، فده ما ينفعش ان احنا نسيبها. طيب ايه الحل ليها؟ ان احنا نسدها او ان احنا يتم استئصالها، لانها مش هتخلي الجنين في وضع كويس وممكن يفشل الحقن بسببها، يبقى لازم نقفلها. هل ده حلال ولا حرام؟ لا، ده حلال عادي جدا، لان هنا الغرض ان احنا نحمل ونكمل حمل صحيح، غير ربط الانابيب التاني المرتبط بان احنا نمنع حمل بيه، وهو ده الحرمانية فيه، في ان احنا بننظم الاسرة بطريقة بناخد فيها جزء من جسمنا او نمنعه تماما، بنسبب عقم دائم. فهي دي الحرمانية. فلازم نفرق ما بين امتى اربط الانابيب انها حلال عشان احصل على حمل، وانها حرام عشان امنع الحمل. اربط الانابيب انها حلال عشان احصل على حمل، وانها حرام عشان امنع الحمل.